بسم الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك فيه. سنة 6 من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنة خير على الأمة الإسلامية، وعلى الإسلام وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى المسلمين المستضعفين، لأنه في يوم من الأيام بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب، في يوم من أيام تلك السنة، ناض عمر بن الخطاب في صباح وكان عازم على شر ما عندوش حدود. الشر كان هو قتل محمد بن عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لك هذا جاد بدين، سفه عقولنا وقسم أولادنا وقسم العائلة تاعنا بيناتنا وقسم قبائلنا، فخرج وعزم على قتله. ففي الطريق التقى مع واحد المسلم ماهوش معروف بزاف، هو صحابي اسمه نعيم بن عبد الله، كان من الصحابة المستضعفين فكان مخبي إسلامه. فقال له إلى أين العزم يا عمر؟ عمر بن الخطاب قال له سأقتل محمد. قال له علاه؟ قال له لأنه سفه عقولنا وفرق شملنا وفرق قبيلتنا، كيما احنا نقولوا دار لنا مشكلة. فقال له قبل ما تروح تقتل عمر محمد، قبل ما تقتل محمد بن عبد الله، روح شوف أهل بيتك. قال له شكون أهل بيتي؟ قال له سعيد بن زيد ابن عمك، وفاطمة وزوجته فاطمة بنت الخطاب أختك، هم فين داخلين في الإسلام. فرجعه هو كله شر وغضب، طبطب على بيت سعيد بن زيد ابن عمه وزوج أخته. وداخل في البيت كان واحد المشهد، كانت فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد وخباب بن الأرض يدارسوا في سورة طه، لأنه لما كانت تنزل صورة من صور القرآن كانوا يكتبوها في صحيفة ويدوها يدارسوها ويشوفوا التعاليم وأوامر الله سبحانه وتعالى. فبمجرد أنه دقدق على الباب وعرفوا باللي عمر بن الخطاب، خبات أخته الصحيفة، وخباب بن الأرض مسكين تخبى لأنه كان من المسلمين المستضعفين وخاف من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان يعذب أي واحد يكون تحت يده يدخل للإسلام. سعيد بن زيد راح وفتح الباب، لما فتح الباب ضرب عمر بن الخطاب ضربة طاح فيها على الأرض، وراح لأخته ضربها ضربة جرحها من فمها وسال الدم. عمر بن الخطاب رغم هذا الغشاوة اللي كانت هكا عليه وكأنه هكا قاسي، لكن هو في قلبه كان حنون وكان في وحدة الرحمة. لما شاف أخته هكا الدماء تسيل من فمها هكا شغل رق قلبه وقال أعطيني لك الصحيفة اللي في يدك. قلت له أنت مشرك، روح اغتسل وروح نعطيها لك. فراح اغتسل وجا بدا يقرأ فيها، وهو يقرأ فيها قبل ما يبدأ يقرأها قال له خباب بن الأرض يا عمر، قال له ألم يأني لك يعني أنه تدخل للإسلام وتحبس هذه الأمور لك تديرها؟ قال له والله لقد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لك بأنه يعني الله سبحانه وتعالى يهديك ويدخل الإسلام. وفعليا في هذه الأيام كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو أن الله سبحانه وتعالى يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هاشم. تصوروا عمرو بن هاشم هو أبو جهل. أبو جهل كان أذى الرسول عليه الصلاة والسلام أذية ما عندهاش حدود، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعي له بيدخل للإسلام. وعارفين علاه؟ شكون الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما همته نفسه ولا هم اللي سبوا، كانت همه فقط رسالة الإسلام والإسلام. فقرأ عمر بن الخطاب سورة طه في هذيك الصحيفة اللي عطتها له أخته، وناض وراح لدار الأرقم بن الأرقم وطبطب عليها. فكان بعض المسلمين المستضعفين سمعوا باللي صوت عمر برا. حمزة بن عبد المطلب كان معهم، قال ما تخافوش أنا له، وافتح الباب فجليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمه من كتافه، أو يقال أنه حكمه من إزاره. قال له ألم يأني لك يا عمر أن تدخل الإسلام؟ توشك أن يقع عليك عذاب من الله. فعمر بن الخطاب قال له والله ما جئت إلا لأن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام فرح وكبر تكبيرة سمعها أهل البيت، الله أكبر. قاعدك البيت اللي كانوا في مكة سمعوا تكبيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا أسلم عمر بن الخطاب ثاني رجل في الأمة الإسلامية.